میران و ئازانی خۆشەویست ئەڵلقەیەشتری بەرنامەی بە بوێری باسە تەوەری ئازادی بیرروڕا دەکەین. ئازادی بیرروڕا لە ئایندا ئایا ڕێگە درراوە بە ممارەسەکردنی ئاینێکی تر لەلایەن ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە، یان ئەوە تا وەکەن دەگەڵێن هیچ ئازادیەک نییە و بەرکوت دەبێت تەنها مرۆڤ مسلمان بێ. لە کاتێکی تریشدا لە هەمان کاتدا کۆمەڵێک ڕاو بیر و بۆچوونی تری جیاواز هەن لەلایەن پیاوانی ئاینی کەوا بە هەموو شێوەیەک ڕێگە درراوە بۆ هەر کەسێک کە بێوێت ئاینێشی تر ممارەسە بکە، بەڵکو زۆرکردن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا نییە. بۆ گفتوگۆکردن دەربارەی ئەم تەوەرێ و ئاراستەکردنی چەند پرسیارێک لەبارەی ئەم بابەتە میوانداری بەڕێز سەید ئەحمەد قەبانچیمان کردووە لە ئەڵلقەیەشتری نوێدا بۆ ئەوەی بزانین ئەو ڕاوبیر و بۆچوونەکانی چۆنە و ڕاوبیر و بۆچوونی تریش وەردەگرین هەردووای ئەم ئەڵلقەیە لەلایەن چەند مامۆستایشتری ئاینی بۆ زیاتر ڕۆشنکردنی فکری ئێوەی بینەر و خۆشەویست دەربارەی ئازادی بیرروڕا. أشكرك لانضمامك أيضا مرة أخرى. أشكركم. سمعت السيد المحور في هذه الجلسة نريد يعني نتحدث عليها التعددية. إننا يعني كلنا نعرف بأننا مجتمعنا ينتقل تدريجيا إلى العصر الحداثة، والحداثة تتضمن مجموعة من المفاهيم: الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان، وأخرى التعددية. نريد في هذا الجلسة أن نبحث عن الموضوع الأخير يعني وهو التعددية. فهل في الإسلام تعددية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الرؤية القديمة للدين وللإسلام طبعا ما موجود تعددية، يعني الإسلام حق وبقية الأديان والمذاهب باطلة ويجب محاربتها ونشر الحق وإزهاق الباطل، ومستثنى مثلا أهل الكتاب يدفعون الجزية، يعني مرحلة أرقى تقريبا من الكفار والمشركين. إلا أن هذه الرؤية القديمة لا تعني الإسلام كل الإسلام وأن الإسلام لا غير. هذه القراءة هي الصحيحة ولا غير. فنحن لدينا قراءة أخرى أيضا هي الإسلام، وهناك نصوص تؤيد القراءة الجديدة كما أن هناك نصوص تؤيد القراءة القديمة. فالنصوص الدينية لا يمكن فهمها إلا من خلال قبليات ومسبقات ذهنية قبل التعرض للنص. يعني فهم النص يتوقف على مجموعة من القبليات والمفاهيم. فالإنسان اللي مثلا رجل الدين اللي دائما يفكر بالتفكير التقليدي والسلفي والقديم طبعا يستخرج من النص أنه الأحادية في مقابل التعددية، يعني أحادية الحق، وليست فقط الإسلام هو الحق وباقي باطل. المذهب هو يعني إذا كان سني مثلا يقول هذا السني هو حق والباقي باطل، أو إذا كان وهابي يقول أن الحق والباقي باطل. فالقراءة الأحادية تتضمن هذا المعنى. هناك مسبوقات ثقافية وفكرية قديمة. لماذا نقول قديمة؟ لأن القراءة الأرسطية في ذلك الزمن كانت هي السائدة، وكان يعني المجتمع العربي أو كل المجتمعات البشرية ترى أن الحق واحد والباقي باطل. فالمسيح يقول أن الحق والباقي باطل. لماذا؟ لأنه كانوا يرون أن الأفكار لها واقع خارجي، فالواقع الخارجي هو واحد، فإذن مذهبي أو أفكاري أو عقادي هي واحدة، هي مطابقة للواقع، والبقية قطعا باطل. أما الآن ثبت في الدراسات الجديدة وفي الحداثة ثبت أن كل العقائد والأديان تمتص مقوماتها وتعتمد على أسس ذاتية، يعني الذات والتربية والمزاج والوراثة والثقافة الاجتماعية كلها تؤثر دخيلة في صناعة الدين. فالمسيحي في مجتمع مسيحي يصير متولد في مجتمع مسيحي يصير مسيحي طبيعي،
وفي المجتمع الشيعي يصير شيعي، في النجف وكربلاء طبعا يصير شيعي. المسألة أنه هذه الدراسات أثبتت تدخل العوامل النفسانية والاجتماعية والوراثية كلها في صناعة العقائد. فالعقائد الذاتية ليست موضوعية كما في العلوم التجريبية مثلا. هناك واقع موضوعي، الحديد يتمدد بالحرارة ويمشون عليه واقع واحد، أنه هذه مثلا شجرة خضراء، واقع واحد. الفيزياء والكيمياء والعلوم الطب والفلك كلها هذا المعنى، واقع خارجي موضوعي. فالأديان كانوا يظنون، لأنه التفكير بدائي، كانوا يظن أنه واقع خارجي له، دائما يقولون نحن الحق والآخر باطل. فلم تكن هناك قراءات متعددة على المناهج الجديدة. هذه المناهج الجديدة وضعتنا أمام حقائق لم تكن موجودة في السابق. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الآن بدأ النظر إلى الدين ولا المذاهب من خارج الدين. الآن قبل لم يكن هذا المعنى. في السابق كانت الرؤية دراسة الدين من داخل الدين، من النصوص. أما الآن بعد الحضارة، يعني بعد قبل 200 سنة مثلا من عصر كانت اللي كتب كتاب نقد العقل المحض أو نقد العقل العملي، بدأ تسليط الأضواء على العقل وعلى التفكير وعلى الأديان من خارج الدين. الآن نحن نعيش في مجتمع مثلا تعددي، نسلط الضوء. الآن هل المصلحة في إثارة طائفية، واحد يقول أنا حق والباقي باطل ويجب أن أكافح الباطل وأن أقضي على الباطل، أو لا، يجب التعايش. وإذا نظرنا للأديان من خارج الدين، هذه المسبوقات، هذه القبليات نبنيها على أساس الواقع ثم نأتي للنصوص. نحن في الحداثة ندرس الواقع أولا. الواقع يقول أن العراق تعددي، أنه فيه مذاهب وأديان مختلفة. فماذا نصنع؟ هل نقاتل؟ هل نجاهد؟ وهل مثل الطريقة القديمة البغض والحقد والكراهية وفرض الجزية ونقول أهل الذمة ونقتل مثلا الكافرين والمشركين، أم لا؟ الآن العالم كله يرفض هذا المعنى. وشفنا يعني هو قضية التعددية من الغرب، الحروب مثلا 30 سنة بين الكاثوليك والبروتستانت شافوا ماكو نتيجة. مثل الآن الطائفية الآن في العراق شافوا ماكو نتيجة، لا أحد ينتصر على الآخر، فقط سفك الدماء واستنزاف الطاقات والأموال. هذه كلها تستدعي أن نقرأ الموضوع من زاوية مختلفة، ونقر مبادئ التعايش وحقوق الإنسان والمواطنة، ونحترم الإنسان بما هو إنسان وبما هو مواطن بغض النظر عن دينه ومذهبه. عند ذلك ننتقل إلى النصوص، فندرس النصوص من هذه القبلية. نرى أن كثير من النصوص تؤيد التعددية. إذا طرحنا النصوص من زاوية أحادية، الفكر القديم، أيضا هناك كثير من النصوص تؤيد الأحادية. فالنصوص ليست هي المعيار. أول يجب إصلاح الخلفية الذهنية للمفسر أو الفقيه أو العالم الديني. الخلفية الذهنية هو إذا إنسانوي ويحب التعايش مع الآخرين، يقول هذا واقع مفروض، بلد تعددي العراق. ولكن هناك يعني آيات ونصوص دينية تؤكد على عدم التعددية، ويقولون بأن يعني الإنسان مكلف ويصير مسلم. والقرآن الكريم مثلا أيضا مثلا يقول بأن الدين عند الله الإسلام. هذا يقولون بعض ما يسمون يعني العلمانيين أو أي آخر. لكن عكس هذا هناك رجال الدين ويقرؤون القرآن برؤية جديدة، ويقولون بأن هناك تسامح وتعايش بمساواة لكل الأديان، وتؤيد أن الحق يعني الواحد ليس إلا الإسلام. ويعني يعتمدون على بعض النصوص من الآيات القرآنية، يعني
فمثلا لا إكراه في الدين، لكم ديني ولي الدين، أو الآيات الأخرى. يعني هناك صنفان، بعض يقولون بأن الإسلام يرفض، يجب أن تكون الدين فقط دين الإسلام لا غيره، لا يقبلون الدين الآخر. والآخر يقولون عكس هذا، بأن الإسلام يقبل أديان أخرى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني كيف تحل هذين النظريين، هذين الرؤيتين؟ صحيح مثل ما تفضلت أن هناك رؤيتين، يعني الآن المعروفة أنه رؤية متشددة ورؤية معتدلة. في العالم السياسي أيضا يذكرون أن هذا الإسلاميين المتشددين وإسلاميين المعتدلين، لكن نحن نرى رؤية ثالثة، هذه التعددية والحداثة تختلف عن هذا الرؤية الأولى والثانية. الرؤية الثانية يعني تعتمد على النصوص أيضا، مثل ما تفضلت أنه لا إكراه في الدين ولكم دينكم ولي دين، لكن يقولون أنه التسامح، الدين الإسلام فيه تسامح، والإسلام يحترم المذاهب، يعني الأديان يقول أهل الذمة. الآن في عصر الحداثة أصلا عيب نقول على المسيحيين أنه أهل الذمة، يعني هم يستاءون، يعتبرونها المنقصة. يعني شنو أهل الذمة؟ أهل الذمة في مفهوم قديم، يعني أنتم في حمايتنا ونحن نرعاكم، المسلمين يرعون مثل الأيتام. المسيحيين ما يقبلون، ولازم تعطون جزية. هذول المسلمين معتدلين أيضا على خطأ. الآن ما ممكن إلا أن نقول بأنهم مواطنين حقوق ومزايا كلها سواء، المسيحيين واليهود واللادينيين أيضا. هذول يقولون بالتسامح، يعني يقولون أنه معليش، يعني أنتم كنتم جزء من الشعب العراقي، أو المسيحيين أقباط جزء من الشعب المصري، فنتسامح معكم ونبقيكم، لا نقتلكم ونبيع ونشتري معكم. ولكن الأحكام الفقه هذه كلها فيها ظلم وفيها إجحاف وفيها استهانة، أنهم مثلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذلال للمسيحيين وأهل الكتاب، وغير المسيح وغير أهل الكتاب قتل. هذه الأحكام الفقهية وهذه النصوص. لكن بالرؤية الحداثوية هناك أعلى من التسامح، التعددية أعلى من التسامح. التعددية تقول أنت على حق، أنت تختار، أنت لك حرية اختيار الدين، وإذا اخترت فلان دين أو فلان دين فمكانتك وامتيازاتك وحقوقك تبقى كما هي. هذا المعنى لا يوجد في التسامح. يعني الإسلاميين المعتدلين أيضا يمنون على المسيحيين أن نحن نتسامح معكم. الآن في الغرب ما له معنى أنه التسامح. مثلا المسلمين مواطنين في فرنسا في بريطانيا لا يقولون، الفرنسيين المسيحيين لا يقولون نحن نتسامح معكم وأنتم أهل الذمة، لا، يعتبر مواطن حال المواطن الفرنسي المسيحي أو اليهودي أو اللاديني. هذا المعنى في الحداثة أرقى مستوى من الموجود عند الإسلاميين المعتدلين. الإسلاميين المعتدلين أيضا لا يقولون بالتعددية، التسامح غير التعددية. التسامح هو يعني يقول أن على حق وأنت على باطل، لكن أتسامح معك. ظروف، يعني الظروف تقتضي الآن تسامح الشيعي والسني، وإذا صارت ظروف أخرى بعد ينتهي التسامح. إذا مثلا فئة أو دين معين هو استولى على الحكم بعد ما يتسامح. فالتسامح يختلف. احنا نرفض، ما نريد يعني فقط تسامح. التسامح الآن مفهوم قديم ويتضمن كثير من الظلم والإجحاف حق الأقليات الدينية. نحن يجب أن نقيم مجتمع مدني وحكومة مدنية تقوم على أساس المواطنة، بدون أنه يكون أهل الذمة وجزية وتسامح مع الآخر. لا، حق المسيحي وحق اللاديني مثل حق المتدين، حق الشيعي مثل حق السني، وهكذا. هذا المجتمعات الحديثة فرضت هذا
هاي الثقافة، غير هاي الثقافة ما يمكن نعيش ونساير يعني في أبناء المجتمع الواحد مع هذه التعددية الموجودة في التعددية الدينية. ما يمكن أن يتعايشون إلا بهذه المفاهيم الحداثوية. لكن القرآن كلام الله ونزلت من الله، على أساس يعني ما تقول أن الأديان والمذاهب كلها حق، يعني حتى التكفيريين على الحق، والذين يعبدون البقر كما في الهند يعني أيضا على الحق. فكيف يمكن أن يعني تغيير تفاسير الآيات؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا كان في الآخرة هناك عقاب، يعني نوع من يعني الجبر على أن يكون الإنسان يعني يلتزم بالإسلام فقط، لا يقبل أديان آخر، نسخ كل أديان بخاتم الأنبياء يعني محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعد فاصلة قصيرة سنعود إليك. بنال وأزاني خوش يزدو أين أورشي كرتو أقرين ولاتن.